معالي الوزيرة منورة الدنيا. شكرا. عايزين بس نقول كلمة عن الست وعظمتها. يعني مؤكد، يعني أنا مش هضيف شيء على عظمة السيدة أم كلثوم، لكن أنا طبعا سعيدة جدا إنه بعد سنين طويلة من رحيلها إنه الجيل الجديد والجيل حتى المتوسط إنه يعني يكتشف عظمة هذه السيدة، سواء في مجال الغناء أو حتى في المجال العمل الوطني. فده شيء جميل جدا جدا، وهي يعني جزء من التراث المصري وجزء من الهوية المصرية ومن تاريخ الغناء المصري. فالحقيقة أنا سعيدة جدا جدا إنه يعني عاد الاهتمام بسيرة هذه السيدة العظيمة. معالي الوزيرة الإعلامية، قولي لي أنت كإعلامية، أنت تقابلتي مع الست أم كلثوم أو التقيتي بيها والله على اللقاء الخاص أو على الشغل؟ يعني الحقيقة لا، لقاء خاص لم يحدث. يعني لكن أنا يعني فاكرة إن أنا في بداية حياتي الإذاعية والتلفزيونية كان ليا شيء جميل جدا جدا. هي كانت راحت لندن، كانت هناك بتغني في فترة من الفترات، فاختاروني إن أنا أروح هناك أقدم يعني تسجيلات إذاعية وتلفزيونية عن الحفل السيدة أم كلثوم. حضرتك كإعلامية ابتديتي كإذاعة الأول وبعد كده؟ بدأت إذاعة وبعدين اتحولت إلى تلفزيون. على المستوى الشخصي، في المقابلة اللي حضرتك قدمتيها في لندن، أكيد قعدتي معاها، قالت لك حاجات، عرفتي منها حاجات؟ لا الحقيقة هي ما كانش مقابلة مع السيدة أم كلثوم، هي كان عن الحفل اللي هتقدمه السيدة أم كلثوم. فيعني كل ما كان يعني يا دوبك مرينا عليها، سلمنا عليها ورحبت بينا، لكن مش أكتر من كده. الحفلة دي من ضمن الحفلات اللي اتبرعت ليها الجيش المصري لا كان بعد 73. كان بعد 73. أنا بشكرك على هذا اللقاء السريع، وتحياتي كل التحية ليك.